بالله عليك، انت في الحر ده تقدر تستحمل الجاكيت ده؟ عليك كله صوف من جوه، تيشرتين، لابس تيشرتين، انت تقدر تستحمل ده؟ لا. جو حر فعلا اوي 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 اوي. بس عايز اقول لك على حاجه. انا عملت اول امبارح حاجه، وانا بعمل خطه كده عشان كل شهر بعمل خطه لنفسي، وكل اسبوع بعمل حاجه نمشي عليها عشان ربنا يكرمني. دايما في اول الخطه بحط ربنا اولويه كده في الحاجه اللي انا بعملها. بس الاسبوع ده ما فكرتش ان انا اعملها خالص. فوانا قاعد بكتب الخطه دي مش قادر اتكلم، بس وانا قاعد بعمل الخطه دي ما فكرتش بنسبه 1% ان انا هحط ربنا اولويه في الحاجه دي. فبعدها بيوم تعبت. في نفس اليوم حسيت بالتعب، ولكن تاني يوم تعبت جامد قوي، جالي دور برد. انا قاعد وانا لابس الجاكيت ده سقعان 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 قوي كمان، ولابس تحتيه تيشيرتين، تعبان. اوعى تحط في دماغك ان انت من غير ربنا تقدر تعمل حاجه. ربنا لازم رقم واحد في اي حاجه انت بتعملها. رقم واحد في اي حاجه انت بتعملها ايا كان الحاجه دي. ما تبقاش عندك ثقه في نفسك قبل ما يبقى عندك ثقه بربنا. ثق في ربنا وحط ربنا رقم واحد في اي حاجه انت بتعملها عشان ربنا يكرمك. الفيديو ده انا مش قادر اعمله بجد، بس قلت اطلع اكلمكم في الحاجه دي. لو انت بتشوف الفيديو ده ادعيلي، ادعيلي عشان أنا تعبان جدا بجد.